لو عايز تعرف المؤامرة اللي كان بيعملها اتحاد الكورة ورابطة الأندية على النادي الأهلي في مباراة القمة، خليك معايا لآخر الفيديو وهتتأكد إن النادي الأهلي القرار اللي خده ده كان قرار تاريخي. بصوا يا جماعة، الراجل اللي في الصورة ده مراقب مباراة الأهلي والزمالك اللي كان المفروض إنها هتتلعب. مين ده؟ ده واحد اسمه محمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، وزملكاوي متعصب جدا. الراجل ده يا جماعة كان مراقب مباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري اللي اتلعب في الامارات، واللي اتحبس فيها دونجا وعبد الواحد السيد. الراجل ده يا جماعه اللي طلع بعد المباراه وقال ان التقرير ضاع منه علشان لعيبه الزمالك ما تتعاقبش وما يتوقعش عليه عقوبات بسبب الاحداث اللي عملوها في الامارات. فالراجل ده زملكاوي معجون بميه الزمالك. طب هتقول لي ايه المشكله انه يتعين في مباراه اهلي والزمالك؟ هقول لك لا، في مشكله. لان جمهور النادي الاهلي في المباراه دي كان عنده انذار ان هو هيتحرم من الدخول مباراتين لو عمل اي قلق في المدرجات. فهم جايبين الراجل ده مخصوص علشان يكتب تقرير ضد جمهور النادي الاهلي، سواء جمهور النادي الاهلي شتم او ما شتمش، علشان يتحرم النادي الاهلي من جمهوره في المباراه اللي بعد كده، اللي هي مباراه مين يا حلوين؟ مباراه بيراميدز، مباراه حسم اللقب. شفتوا المسرحيه الكبيره اللي معموله على النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يخسر الدوري؟ قرار تاريخي يا خطيب.